صعايدة يا صديقي مش هما اللي بتشوفهم في الأفلام والمسلسلات والمسرحيات المصرية، عشان أتكلم قد إيه الناس دي مظلومة في نقل صورتها الحقيقية من خلال الأفلام والمسلسلات. هناخد وقت كبير جدا ووقت الفيديو مش هيقضيه. النهاردة هصحح لك معلومة عن فن التحطيب اللي هما متميزين بيه، هضيف لك شوية معلومات في آخر الفيديو أنا متأكد إنها هتفيدك. التحطيب في الأفلام والمسلسلات بيختصروه في إظهار القوة وفرض السيطرة، رغم إن التحطيب فن أرقى من كده بكتير. أيوة يا صديقي، التحطيب فن ومسجل كأحد الفنون القتالية في اليونسكو للتراث العالمي. تحطيب فن راقي وبيتلعب على ضفاف النيل ومركز في الارياف مش في المدن. انك لازم تبقى عارف ان الصعيد فيها مدن زي القاهره كده، وفيها ارياف برضو زي المراكز الموجوده حوالين القاهره. انت معذور، لان في الافلام وفي المسلسلات بيصوروا لك ان الصعيد ده غابات، وفي وسط كل غابه فيلة الكبير. يا صديقي نرجع لموضوعنا، ان التحطيب بدأ بالعصايه صديقه الفلاح. مع تصاعد الصراع البشري اصبحت العصايه دي وسيله للدفاع عن النفس. لازم تبقى عارف ان الصعايده بيقدموا فنون كتير غير فن التحطيب، زي المرماح والمشال، ودي فنون قتاليه بيقدموها بالخيول مبهره جدا. المهم نرجع للتحطيب تاني، لان الصعايده يتحكي عنهم كتير. في حلقه التحطيب بيتجمع الجمهور واللاعبين والعازفين في دايره، هم ابطال الحكايه الشعبيه. بيبداوا اللاعبين بخطوات تمهيديه متناغمه مع العزف. لاعب معاه عصايه متر ونص خفيفه وليها ماسكه معينه. لاعب بيروح يدي فلوس للعازفين كتحيه ليهم. بيبدا اول جوله بايد واحده وبعد كده بالاتنين، يميلها بالجنب علشان تحمي وشه. يبدا كل واحد يحاول يلمس جسم الخصم بتاعه بالعصايه. لمس يا جماعه، مش ضرب وخناقات وفرض سيطره زي ما بيجي في الافلام والمسلسلات. لمس الجسم بنقطه ولمس الراس حاسم. تحطيب فن ورياضه، والرياضه اخلاق، علشان كده بيتدخلوا ينهوا المنافسه قبل الاتنين ما يسخنوا على بعض ويبقى في اصابات، وده نادرا لما بيحصل. من زهقنا من الافلام والمسلسلات اللي بتوصل لنا ان الصعايده يا اما نصهم مطاريد ما مقهورين من الكبير. لازم تجدد الوعي وتعرف الاجيال اللي طالعه ان الصعيد يعني الشيخ عبد الباسط والشيخ المنشاوي، اشهر من قرأ القرآن الكريم في العصر الحديث. لازم تعرفهم ان الصعيد يعني الاديب والمفكر عباس العقاد. الصعيد يعني عميد الادب العربي طه حسين. الصعيد يعني رفاعة رافع الطهطاوي. لازم تجدد الوعي وتعرفهم ان الصعيد يعني عبد الرحمن الابنودي وحافظ ابراهيم ومصطفى المنفلوطي. الصعيد يعني جمال عبد الناصر ومكرم عبيد وعمر مكرم. الصعيد يعني الامام المراغي والامام حسون النواوي اصحاب المشيختين. ما تجيبوا سيره الصعيد هاتوا سيره الشيخ علي احمد الجرجاوي اللي راح باع ارضه في البلد وسافر اليابان عشان يكون من اوائل الناس اللي دعت للاسلام في اليابان في العصر الحديث. احكي لهم ان الصعيد يعني الامام جلال الدين السيوطي والامام محمد بخيت المطيعي. عرفهم ان الصعيد يعني الشيخ طه الفاشني والامام محمد سيد طنطاوي والامام احمد الطيب. اسامي كتير مش هنخلصها. الصعيد مش يعني مطاريد وناس بتتخانق على ارض وورث. صعيد تاريخ لازم يتنقل صح.